في شرح النهاردة هنتكلم عن قصة ديفيد جوجنز. راجل مش بس وصل لأقصى حدود قدراته، لأ ده حطمها تماماً ورجع كتب من أول وجديد معنى كلمة مستحيل. عشان نبدأ خلونا نفكر في تجربة بسيطة قوي. تخيل كده لو حد اداك شيك على بياض وقال لك اكتب أي مبلغ يخطر في بالك وهتاخده فورا. يا ترى ايه الرقم اللي هيتكتب؟ فكروا فيه كويس لأن الرقم ده بيكشف كتير قوي عن السقف اللي حاطينه لنفسنا. غالباً الرقم اللي جه في بال أي حد فينا هو رقم محدود، والسبب إن العقل بتاعنا حاطط منظم على إمكانياتنا. عارفين زي إيه؟ زي الجهاز اللي بيحدد أقصى سرعة للعربية. عقلنا بيقنعنا دايماً إننا جبنا آخرنا، في حين إننا في الحقيقة بنكون لسه مستخدمناش جزء صغير جداً من قوتنا الحقيقية، ودي هي المشكلة الأساسية اللي هنغوص فيها. طيب عشان نفهم عقلية واحد زي جوجنز لازم نرجع للأصل خالص، للبداية، للظروف القاسية جدا اللي اتشكلت فيها شخصيته. شوفوا الجملة دي بتلخص طفولته ازاي. بيقول: لقينا الجحيم في حي شكله جميل جدا، احنا كنا عايشين مع الشيطان نفسه. والشيطان اللي بيتكلم عنه ده كان والده ترونس، اللي حول حياتهم لجحيم بكل معنى الكلمة. طفولته كانت سلسلة صدمات متواصلة. يعني تخيلوا وهو عنده 6 سنين بس كان بيتضرب كل ليلة وبيشتغل شغل إجباري. بعديها بسنتين وهو عنده 8 سنين هرب مع والدته، بس عشان يعيشوا في فقر شديد لدرجة إنهم كانوا بيلموا الفلوس الفكة من الشارع. ولما كبر شوية واجه عنصرية مرعبة وتهديد بالقتل. وفي أول العشرينات استسلم تماماً وانسحب من تدريب القوات الجوية لأن كان عنده خوف مرضي من المية. كل موقف من دول كان بيبني جواه عقلية الفشل. بس عند نقطة معينة في حياته كل ده كان هيتغير. جات اللحظة اللي خلاص ما بقاش فيها أي هروب من مواجهة الحقيقة. في أسوأ فترة في حياته وصل وزنه لحوالي 134 كيلو. كان بيشتغل شغلانة متواضعة جدا في مكافحة الحشرات، وكان حاسس بيأس تام وإن مفيش أي أمل. ولحد ما في يوم بص في المراية وشاف واحد هو نفسه كان قرفان منه، وهنا قرر يوقف الكذب اللي كان عايش فيه. وبدل ما يشوف نفسه الضحية الضعيف اللي مفيش منه أمل، قرر يواجه نفسه بالحقيقة اللي لازم يكونها: قوي، مقاتل، مسؤول، شخص لا يمكن كسره. ومن هنا اتولدت فكرة سماها مراية المحاسبة، ودي كانت الأداة بتاعته للمواجهة الوحشية مع نفسه. وقف قدام المراية دي وسأل نفسه سؤال من اللي بيوجعه: لحد امتى هتفضل مستني حد يجي ينقذك؟ انت الشخص الوحيد اللي ممكن تعمل التغيير ده. في اللحظة دي بالظبط ماتت شخصية الضحية واتولدت المسؤولية. المواجهة دي كانت الشرارة، بس اللي جاي بعدها ما كانش مجرد دايت وجيم. لا، دي كانت حرب. حرب حقيقية معلنة ضد نفسه. أول حاجة عملها إنه حط هدف، والهدف ده ما كانش عادي، كان شبه مستحيل إن يبقى واحد من قوات النيفي سيلز، ودي من أصعب القوات الخاصة في العالم. عشان بس الصورة تبقى واضحة، ده معناه إنه كان لازم يخس حوالي 48 كيلو في أقل من 3 شهور. بس الحرب الحقيقية ما كانتش مع الميزان، الحرب كانت مع الصوت اللي جوه دماغه واللي بيقول له كفاية مع كل خطوة. ومن الحرب دي طلع بفلسفة خاصة بيه سماها قاعدة 40%. القاعدة دي بتقول إيه بقى؟ بتقول إن في اللحظة اللي عقلك بيقول لك خلاص أنا جبت آخري ومش قادر، أنت في الحقيقة استهلكت 40% بس من طاقتك. لسه في 60% مستخبين ورا الحاجز العقلي ده. طيب دخل فعلا تدريبات السيلز ووصل لأصعب مرحلة، أسبوع الجحيم، وأول محاولة فشل، اتصاب وخرج. واللي يورينا الموضوع صعب ازاي ان حتى بالعقلية الجديدة دي رجع تاني ودخل المحاولة التانية وبرضه فشل، إصابة تانية. يعني تخيلوا أي حد طبيعي كان هيقول خلاص كفاية لحد كده. بس جوجنز مش أي حد، رجع للمرة الثالثة، والمرة دي كمل أسبوع الجحيم ونجح. بس استنوا، نجح إزاي؟ نجح وهو عنده كسور إجهاد في رجليه الاتنين. كان بيكمل وهو رجليه حرفيا مكسورة. متخيلين قوة الإرادة وصلت لفين؟ طيب ايه الدرس من كل ده؟ ايه اللي استفادوا من كل الألم والمعاناة دي؟ الحقيقة ان الموضوع أعمق بكتير من مجرد نجاح وخلاص. في فيلسوف يوناني قديم اسمه هيراقليطس قال جملة عبقرية. قال: من كل ميت راجل واحد بس محارب، 9 مقاتلين وال80 الباقين مجرد أهداف. جوجنز كان عايز يبقى هو الواحد ده، المحارب. وهنا لازم نوضح نقطة مهمة جدا. الهدف الحقيقي عمره ما كان إنه يبقى سيل، ولا إنه يجري مسافات خرافية، ولا يكسر أرقام قياسية في الجيم. كل دي كانت مجرد نتائج، مش الهدف نفسه. هو لخصها بنفسه في جملة عبقرية، قال أنا دخلت في حرب ضد عقلي. وكل اللي الناس شايفاه النهاردة
دي مجرد ندوب وآثار الحرب دي. يعني الإنجازات اللي بنشوفها دي بس الجروح اللي سابتها المعركة، اللي كسبها جوه دماغه. تمام. قصة ملهمة ومتطرفة جدا، بس إحنا نطلع منها بإيه لحياتنا العادية؟ الخلاصة في كام نقطة بسيطة. أول حاجة، الألم بتاعنا ممكن يبقى هو أكبر مصدر لقوتنا. تاني حاجة، بلاش نستنى الحماس والموتيفيشن، المهم هو الانضباط والالتزام. تالت حاجة، النمو الحقيقي بيبدأ أول ما نخرج من منطقة الراحة بتاعتنا. وأهم حاجة، إن الشخص الوحيد اللي محتاجين نثبت له أي حاجة هو نفسنا. وده يخلي كل واحد فينا يسأل نفسه، إيه هي الحاجة اللي عقلي دايما بيقول لي إني مستحيل أعملها؟ إيه هو السقف اللي محطوط ومقتنعين بيه؟ والسؤال الأخير، طيب وماذا لو إن العقل ده غلطان؟ ماذا لو إن قدراتنا الحقيقية أكبر بكتير قوي من اللي إحنا متخيلينه؟ ودي الفكرة اللي قصة جوجنز بتسيبنا نفكر فيها.